الحقيقة الآن مثلا أعطيك مثال بسيط، يعني حتى لا نستهين بالبدعة أحبتي، يعني أي رسالة تجيك جوال رأى فلان الفلاني أن من أرسل الرسالة هذه بيصير له كذا واللي ما يرسلها، هل ديننا نأخذه من أحلام؟ إيه ولا لا؟ لا. طيب هل ديننا ناقص فندور أحد يكمله بحلم؟ اليوم أكملت لكم دينكم يا جماعة وأتممت عليكم نعمتي، عالم يختار شؤون يروح يرسلها، يا أخي لا ترسلها، هذه بدع وكذب. أي رسالة تجيك فقط ارسلها لمن أرسلها لك، خذوها تكفون من محبكم. أي رسالة تجيك قال انشر تؤجر، ارسل رسالة قل حبيبي من وين جبت هذا الكلام، بس حبيبي من وين جبت هذا الكلام عشان أبغى أنشره وأنا عارف من وين جاء. والله يا شيخ ما عاد يرسلون لك، جربتها ما حد يرسل لي خلاص لأن خلاص صارت القضية اكذب وامشي. فتكفون أحبتي هذا الدين، إن هذا الأمر دين. لن يؤاخذني الله عز وجل ليش ما أرسلت رسالة وأنا ما تأكدت منها، لكن بيسألك عن كل من فعلها وأرسلها إذا كانت غير صحيحة. نصلي سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ولك الشكر، تسمعونها كثير. الشكر هذه من قالها؟ الكلمة من دخلها ذي؟ ما ندري. واحد كذا كان متحمس ويمكن جايه بشارة قالوا لك الشكر. طيب واحد يقول ايش هالتعقيد يا أخي كلمة شكر؟ لا يا حبيبي القضية مي قضية تعقيد، القضية قضية أنا قلت اليوم ولك الحمد ولك الشكر. ولك الحمد هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، يجي هذا التافه المسكين ويزود مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويخلط. صلى جنبي ولدي سمعني قلت ولك الحمد ولك الشكر، والله ذاك اليوم ناجح ومتحمس والإيمان عنده زايد، فقال ولك الحمد ولك الشكر، حس انها ما تكفي ولك الشكر الجزيل. إلا البنت جتها بشارة بعدها قالت ربي لك الحمد والشكر جزيل مرة، أكثر شيء في الدنيا. والله يا جماعة الدين بعد أجيال يتورطون عيالهم ما يدرون من اللي قال الجزيل ومن اللي قال الشكر ومن اللي قال الحمد، ما يدرون. تخبص الدين كله مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع من ألف من التأليف. أحبة البدعة خطيرة والله يا جماعة، كلها قاعد وهذا اللي قاعد يحصل اليوم. ولو تفكك الدين تسأل كل واحد صلاتك من يوم بديت لين خير وش اللي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وش اللي أنت جبته من عندك؟ تبغى تزود موجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والله ما تطوزها لا بالشكر الجزيل ولا بغير. فأحبتي تكفون إذ إن هذا الأمر دين، والله لن ننجو بغير التوحيد. أسأل المولى جل في علاه أن يحقق التوحيد في قلوبنا، وأن لا يجعل في قلوبنا ولا في أعمالنا ولا يا رب في دعائنا غير الله سبحانه جل في علاه، ولا نبتغي إلا وجه الله.